بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجيش العراقي منذ زمان في بعض القرارات يكون مظلوم جدا. دول الجنود وتضحياتهم والضباط وتضحياتهم بعد هذه الخدمات الطويلة ما يلقى له شبر بالعراق، وإذا صدروا كتاب إلى قطعة أرض يراجع دوائر الدولة إلى أن يسأم من مراجعة الدوائر. قطع الأراضي للجيش العراقي واجب على الحكومة أن توفر للضابط وللجندي قطعة أرض، مثل ما حمل وطن يجب أن يكون إلى وطن صغير. كثير من الأخوة الضباط والجنود اللي ناشدوني وسألوني أنه ليش هالشكل دائما في العراق، أن الجندي ما إله أبدا. هذا رسالة أبعثها إلى دولة الرئيس المحترم محمد الشياع السوداني. دولة الرئيس، أبنائك من الجيش العراقي يستحقون قطع الأراضي حتى يشعرون أنهم دافعوا عن العراق وعن أرض العراق وعن سيادة العراق، أن يحصلون أرض صغيرة يسترون حالهم فيها. البعض اللي معاملاتهم موجودة يا دولة الرئيس يراجعون المحافظات اللي فيها قطع الأراضي، يشوفون إما المحافظ موقف الإجراءات وإما دوائر البلدية موقفة. فهذه دعوة دولة رئيس الوزراء أنك تنظر نظرة حقيقية وبنفسك أنت أن تشرف على هذا الملف، ملف قطع الأراضي. ويا ريت كل جندي وكل ضابط خدم هذا الوطن أن يحصل قطعة أرض تحميه وتحمي عائلته. أسأل الله حفظ جيشنا العراقي، وأسأل الله سبحانه وتعالى حفظ العاملين على المؤسسة العسكرية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي الجيش العراقي ورجال الجيش العراقي، ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام الحفظ والأمان لكل العراقيين. دمتم سالمين.